السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الحاسوب. في درسنا السابق كنا قد تعرفنا إلى كيفية تنزيل برنامج لسمول بيسك وأيضا إلى الواجهة الرئيسية في سمول بيسك. أما اليوم فسنتعرف أنا وأنتم إلى كيفية التعامل مع لغة لسمول بيسك. تعتمد برمجية السمول بيسك في بناء برامجها على مبدأ ال OOP، أو بمعنى آخر ال Object Oriented Programming، أو باللغة العربية على مفهوم البرمجة كينونية التوجه. بمعنى أنه بيكون في عنا مجموعة من الكائنات الأوبجكتس، لكل كائن من بين هاي الكائنات له صفات. هاي الصفات بيتحكم فيها المبرمج، في لها عناصر محددة بإمكانه أنه يغيرها، مثلا اللون، الحجم، العنوان، كلها تعتبر عبارة عن صفات المبرمج اللي بإمكانه أنه يتحكم فيها. وأيضا في لها مجموعة من الإجراءات. هاي الإجراءات أو الأوبريشنز بتمثل السلوكيات والأوامر الخاصة في هذا الكائن. لنفترض مثلا أنه إحنا في عنا كاسة. هاي الكاسة في لها مجموعة من الصفات ومجموعة من الإجراءات. أما الصفات اللي للكاسة فممكن كل كاسة تختلف عن الثانية في كونها مختلفة في اللون، مختلفة في المادة المصنوعة منها، مختلفة في الشكل اللي إلها. هاي جميعها مختلفة مثلا في الرسمة اللي موجودة عندها، فهاي عبارة كلياتها عن صفات. إذن الكاسة في هاي الحالة هي عبارة عن الكائن، والصفات هي الأمور اللي إحنا حددناها. أما الإجراءات فهي السلوكيات أو الاستخدامات اللي أنا رح أستخدم هاي الكاسة من أجلها. فممكن البعض يحكي أنه إحنا بنستخدم هاي الكاسة للشرب، شرب المياه، أو ممكن أن نستخدمها كمقلمة بنحط فيها الأقلام، ممكن أن نستخدمها للرسم، ممكن أن نستخدمها للزراعة، وهناك الكثير والكثير من الاستخدامات الخاصة بالكأس. فبالتالي السمول بيسك مرة أخرى يعتمد على برمجة كينونية التوجه ال OOP أو ال Object Oriented Programming. بمعنى آخر أنه إحنا في عنا كائن تماما مثل الكاسة، في له مجموعة من الصفات. هاي الصفات اللي بيتحكم فيها المبرمج وبإمكانه أنه يعدل عليها، ومجموعة من الإجراءات وهي السلوكيات والأوامر الخاصة بهذا الكائن. الآن عادة أيضا ما ترتبط هاي الكائنات مع خصائصها وإجراءاتها في جمل برمجية إلها صيغ محددة في لغة البرمجة، رح نتعرف عليها أيضا خلال هذا الدرس إن شاء الله تعالى. الآن من الأمثلة على الكائنات المستخدمة في السمول بيسك عنا كائن التكست ويندو، أو اللي هو كائن النص. هذا نافذة النص بنستخدمه لتزويد البرنامج بالمدخلات اللازمة له وإظهار المخرجات من نصوص وأرقام. إذا مثلا أنا بدي أدخل كلمة هاي ككلمة، فبالتالي أنا راح أحتاج إلى كائن التكست ويندو. إذا بدي أدخل مثلا الرقم 99 فأنا بحاجة أيضا إلى كائن التكست ويندو، وإذا بدي أظهرها على الشاشة فأنا بحاجة إلى كائن التكست ويندو. مثال آخر على الكائنات المستخدمة في سمول بيسك وهو كائن ماث أوبجكت. هذا الماث بيوفر لنا أو كائن الحساب بمعنى آخر الكثير من العمليات الحسابية المتقدمة اللي ممكن أنها تلزم المبرمج في بعض الأحيان، مثلا زي القيمة المطلقة، زي الجذور. فكل هاي إحنا بنقدر أن نستخدمها من كائن الماث. الكائن الثالث اللي موجود في السمول بيسك هو الجرافيكس ويندو. كائن نافذة الرسومات أو الجرافيكس ويندو بيوفر هذا الكائن إمكانية التعامل مع الرسومات وإظهارها على شاشة المخرجات الخاصة بهذا الكائن. إذا من اسمها جرافيكس فبالتالي إشي أكيد أنها راح تيجي تتعامل مع الرسومات. آخر كائن عنا إياه من الأمثلة على الكائنات اللي هو كائن التيرتل أو كائن السلحفاة، اللي بيمكننا من رسم إحنا اللي بدنا نرسم هاي الكائنات المختلفة أو الأشكال المختلفة، وبدنا نتبع عملية الرسم خطوة بخطوة من خلال مؤشر السلحفاة اللي رايح يظهر على شاشة المخرجات. فبالتالي أنا في عندي 4 من الأمثلة. طبعا في كمان كائنات، ولكن رح نتعامل مع التكست ويندو، مع الماث، الجرافيكس ويندو، وكذلك الترتل.
في عنا الآن صيغة عامة زي ما حكينا، إحنا في عنا كل كائن في له مجموعة من الإجراءات ومجموعة من الخصائص. عنا صيغة عامة يجب أن ننتبهها ونلتزم في أثناء الكتابة في هاي القواعد. نبتدئ أولا دائما باسم الكائن، سواء كان اسم الكائن التكست ويندو أو الماث أو الجرافيكس ويندو أو التيرتل، فأنا دائما ببدأ في اسم الكائن، فبالتالي أنا دائما أبتدئ باسم الكائن ويلي اسم الكائن النقطة، والنقطة إجباري أنا نحطها. ومن ثم اسم الإجراء، رح نتعرف على الإجراءات الخاصة في التكست ويندو في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فبالتالي أنا بحط أول إشي اسم الكائن نقطة يليه اسم الإجراء، وبعدها بعد دائما اسم الإجراء في عنا قوس، بنحط القوس الأول والقوس الثاني ونضع أيضا الدبل كوتيشنز. الآن إذا إحنا قمنا بس بوضع مثلا الفاصلة هذه العلوية أو اللي هي الأبستروفي بصورة واحدة، فتعتبر عبارة عن خطأ، لأنه إحنا لازم دائما نحط الدبل كوتيشن، وداخل الأقواس والدبل كوتيشن بنحط المدخلات أو المخرجات اللي إحنا بدنا إياها. مثلا ممكن تكون هاي، ممكن تكون زي ما حكينا 99، ممكن تكون 98 أو غيرها بأي إشي إحنا بدنا إياه يظهر على شاشة المخرجات. فبالتالي هاي الصيغة العامة للإجراء. أما الصيغة العامة للخاصية فدائما أيضا نبتدئ باسم الكائن يلي اسم الكائن نقطة، في بنلاحظ أنه في الخاصية والإجراء التنتين متفقات على نفس هذا الكلام. ومن ثم بدنا نحط الخاصية سواء كانت اللون أو كانت العنوان وغيرها من أيضا الخصائص اللي رايحين نتعرف عليهم إن شاء الله في الدرس القادم. ومن ثم نلاحظ أنه إحنا في الإجراء حطينا الأقواس وحطينا الدبل كوتيشن، أما في الخاصية فيليها مباشرة اليساوي، بدل الأقواس إحنا بنحط يساوي، والدبل كوتيشن بتضلها هياتها موجود عنا إياها ثابتة في الجهتين اللي هم الإجراءات والخصائص. فبالتالي الاختلاف الوحيد في الصيغة العامة ما بين الإجراء وما بين الخاصية هو في اليساوي التابعة للخاصية والأقواس التابعة للإجراءات. ومن ثم طبعا بنحط قيمة الخاصية، فلو كان لون ممكن أن نحط اللون الأحمر ريد، أو أن نحط يلو، أو أن نحط غيرها من الألوان. هناك مجموعة من القواعد الخاصة في كتابة الجمل البرمجية في لغة السمول بيسك، وكتير لازم ننتبه عليها لما نقوم بكتابة هاي البرامج إن شاء الله الحصة القادمة. أول قاعدة بتحكي أن اللغة ليست حساسة للأحرف الصغيرة أو الأحرف الكبيرة في اللغة الإنجليزية. بمعنى آخر، إذا أنا كتبت تكست ويندو كلياتها كابيتال لتر أو كلياتها سمول لتر فلا فرق بينها، إنما بيتعامل معها عادي، خلاف مثلا السي بلس بلس اللي بيعتبر أنه هاي التكست ويندو تختلف عن هاي التكست ويندو. فبالتالي القاعدة الأولى أنها ليست حساسة للأحرف الإنجليزية الصغيرة أو الكبيرة، فلا فرق بينهما. النقطة الثانية وهي نقطة أشرنا إليها سابقا، أنه لازم نتأكد من خلو البرنامج من الأخطاء الإملائية. فمثلا إذا أنا أسقطت حرف التي وما كتبت حرف التي هنا، فبالتأكيد أنه مش رايح يجي يتعرف عليها البرنامج ورايح يطلع لي إياها كأنها خطأ. فبالتالي إحنا بدنا نتأكد من الأخطاء الإملائية في الثوابت، خلينا نحكي اللي هي زي أو الكلمات المحجوزة اللي هي زي التكست ويندو، زي الخصائص كمان شوي. أما ما داخل الأقواس، حتى لو الكوتيشن ماركس، حتى لو أنا كتبتها بصورة خاطئة زي سهى هيك كتبتها، فهو ما بيعتبرها خطأ، إنما بينزلها تماما زي ما أنا كتبتها. فبالتالي الأخطاء الإملائية بتكون للكلمات المحجوزة زي اسم الكائن، اسم الخاصية، واسم الإجراء. أيضا الفراغات لا تؤثر على الجمل البرمجية. إذا أنا هون حطيت ما بعد التكست ويندو والنقاط فراغات، أو ما بعد النقطة والرايت أو الرايت لاين اللي هي اسم الإجراء أو اسم الخاصية فراغ، فإنه ما بيأثر على الجمل البرمجية. ولكن متى هاي الفراغات بتأثر عندي على الجمل البرمجية؟ إذا كانت ما بين نفس هاي كلمة الكائن أو الخاصية أو الإجراء. فمثلا إذا أنا كتبت التكست ويندو كل كلمة لحال، فراح يعتبرها أنها خطأ، لأنه اسم الكائن لازم أكتبه بصورة متتالية تماما زي اسم الكائن اللي ظاهر عندي هون. أما إذا تركنا فراغ في اسم الكائن فهي خطأ.
القاعدة الرابعة ضرورة وجود النقطة والأقواس والكوتيشن مارك اللي أشرنا لها قبل قليل. فالجملة بدون النقطة الموجودة هون تعتبر خطأ، الجملة بدون الأقواس اللي هون تعتبر خطأ، الجملة بدون الكوتيشن مارك تعتبر أيضا خطأ. وبهذا بنكون تعرفنا على كيفية التعامل مع لغة السمول بيسك، وحان وقت المهمة الخاصة في هذه الحصة. أمامكم مجموعة من الجمل البرمجية 4، المطلوب منكم أنكم تحددوا الأخطاء البرمجية الموجودة في الجمل الآتية. ودمتم بحفظ الله ورعايته، ولا تنسوا مشاهدة الدرس القادم ومتابعة الدرس القادم من دروس السمول بيسك.